عادت الحياة الطبيعية تدريجيا إلى مدينة الضالع بجنوبي اليمن بعد حالة من الشلل التام شهدته المدينة لأكثر من شهرين، وفتحت المحال التجارية أبوابها أمام زبائنها. وعلى الرغم من حالة الحصار المفروض على المدينة من قبل ميليشيات الحوثي وقوات موالية للرئيس المخلوع وعدم السماح بدخول أي مواد غذائية أو طبية، فإن الناس في المدينة بدوا في حالة من الرضا والطمأنينة بما حققته المقاومة من انتصارات. الحمد لله طهرت الضالع كامل، لله الحمد. وشهدت أسواق المدينة تدفقا للمواطنين الذين توجهوا للتسوق ومزاولة أنشطتهم بعد انقطاع قسري جراء المواجهات المسلحة في المدينة ومحيطها. وبدت الأسواق التي تقع على خط المواجهات الساخن بين المقاومة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع خالية من مظاهر السلاح. لله الحمد، ساد الأمان وساد الاستقرار في البلاد وعادت الحياة إلى طبيعتها. وكانت الضالع قد شهدت خلال 70 يوما الماضية معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وقوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاصة الموالية للرئيس المخلوع، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات من الطرفين.